كلامي ده انا عايزه اقول لك ان it's never too late، يعني انت عمرك ما هتبقى متاخر. everything in its time، كل شيء باوانه. اول مره درست انجلش كنت اول حاجه اشتغلتها خالص. كنت مدرسه في الجامعات الخيريه، اللي هي الجامعات الخيريه فعلا، اللي هي كانت بتدي دروس للطلبه الصغننين اللي هم اللي في الابتدائي وكده. وكانت درس مثلا ب5 جنيه او حاجه زي كده. وافتكر اول مرتب مسكته في ايدي كان من شغلي، كان 23 جنيه ونص. انا فاكره المبلغ ده جدا. بعد كده لقيت نفسي ان انا شاطره. انا كان ساعتها ما كانش معايا ليسانس اداب انجليزي، ساعتها كنت اخده ليسانس اداب انثروبولوجي، وبعد كده لقيت نفسي شاطره والناس بتقبل مني، وبعد كده بدا يجي لي دروس، وبعد كده اتشجعت وبدات ان انا اشتغل في مدرسه. لقيت نفسي كويسه وبعرف افهم الناس كويس. قعدت فتره بعد كده. بعدين من وانا صغيره كان نفسي اصلا ان انا اشتغل ترينر، كان نفسي ان انا اشتغل انستراكتور. ففاكره جدا مره وانا بتغدى طقت في دماغي فكره وقلت انا بكره هروح اقدم في اداب انجليزي. وفوالا رحت فعلا قدمت في اداب انجليزي وحضرت 4 سنين. وبعدين خلصت وبدات ان انا اطور من نفسي وادي كورسز. اول ما بديت فاكره جدا اول طالب جالي في حياتي، حتى ما اعرفش جالي منين وعرفني ازاي اساسا. بس فاكره جدا، فاكره المبلغ اللي انا خدته منه كان 300 جنيه. انا فاكره كان في الشهر، مش في السيشن، كان في الشهر كامل 300 جنيه. وبعدين بدات اشتغل على نفسي واطور نفسي اكتر واكتر واكتر لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي. وبكلامي ده انا عايزه اقول لك ان it's never too late، يعني انت عمرك ما هتبقى متاخر. everything in its time، كل شيء باوانه.